عسلامة ومرحبا بكم. شنو حوالكم؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بألف خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حبت نودكم بكيكة بنكهة البرتقال وفلان كراميل. مدام قيد توا البرتقال، تابعونا باش تعرفوا التفاصيل الكل. الكيكة البرتقال بنكهة الكراميل نستحقوا 6 بيضات بحرارة الغرفة، 4 كيسان فرينة، رشة ملح، 2 ساشيات خميرة كيميائية، ساشي سكر فانيليا، كاس ونصف من السكر حبيبات، و2 كيسان زيت نباتي، زيت متاع برتقال، وكاس ونصف من عصير البرتقال. وبالنسبة ليش نسقي بيه الكيكة بعد ما نطيبها، اخذيت 80 جرام سكر محور معاه نصف كاس من عصير البرتقال. وبالنسبة للكريمة اللي باش نحطها فوق الكيكة نستحقوا ساشي كريمة بنكهة الفانيليا. باش نطيبها بالبرتقال نستحقوا 400 مليلتر من عصير البرتقال، ومعاه 2 مغارف أكل سكر حبيبات. وبالنسبة للطبقة الفوقانية الأخرى اللي باش نعملها بالياغورت ذوق الكراميل. ناخو كعبتين ياغورت ذوق الكراميل وكاس سكر اللي باش نعملو كراميل سكر حبيبات، ومعاهم كعبة موز. وتوا باش نبداو على بركة الله في تحضير كيكة الكراميل. وبالنسبة للكريمة بعد ماش نطيبها نخلطها هي والكريم شانتي. خذيت ساشي كريم شانتي عليه كاس من عصير البرتقال، نركضهم وبعد نخلطهم مع الكريمة بعد ما تبرد. أول حاجة باش نقوم بها هي حطيت الكريمة، صبيت ساشي الكريمة ومعاه السكر وصبيت العصير البرتقال، وباش نحط توا نطيب الكريمة خاطر باش نحطها تبرد في الفريجيدير. وتوا باش نبدأ في تحضير الكيكة. حطيت العظم في البول وحطيت معاه السكر وحطيت سكر فانيليا، وتوا باش نحطهم يتركضوا. وتوا باش نصب العصير متاع البرتقال والزيت قلنا كاسين زيت، ونخليو الخليط الكل يمتزج مع بعضه. وتوا بعد ما ركضت العظم ما تكثروش من ركض العظم برشا باش ما يتحرقش معنا العظم. حابر ما السكر يذوب والمكونات تدخل لبعضها نقصه. توا باش نحط الفارينة بشوية وندخلها بالفوي في الخليط. والفارينة راني حطيت معاها الخميرة غربلتهم بالطبيعة، وحطيت الملح معاها كعبة الملح. وتوا باش نكمل الرابع كاس. ديما نخليو الكاس الرابع وحده ونشوفوا الخليط اذا كان يستحق نزيدو. حطيت 3 كيسان اول مره، وتوا باش نكمل الرابع كاس. ديما خاطر الفارينه انتي والفارينه، اما فارينه تشرب وفارينه لا.
وكنت حضرت البلاطو اللي باش نطيب فيه الكيك، دهنته بالزبدة ورشيت عليه شوية فرينة، ولزمنا نسخنو الفور. ديما الجاتو ندخلو الجاتو للفور كي يظل سخون. وتوا نحط زيت تاع البرتقال مغرفتين متوسطين المغرفة، نكمل نخلط الخليط ونصبه في القالب. وهذا هو القالب اللي باش نطيب فيه براكس باللار. كما قلت لكم ادهنتو بالزبدة وشوية فرينة، وتتخلصوا من الفرينة الزايدة. بعد ما تحطوا الفرينة تخلصوا من الزايد الكل. توا باش نصب الخليط، شوفوا الخليط كيف يكون. الكيكة هذيا من الحجم الكبير راهي. توا وقيت البرقدان، لازمكم تجربوها. وناخذوا البلاطو ننفضوه شويه، نخرجوا منه الهواء. وتوا باش ندخلوا للفور يطيب. وتوا باش نعمل الصوص تاع الكراميل اللي باش نسقي بيه الكيكه بعد ما تطيب. حطيت السكر المحور خليه يذوب، وبعد نزيد عليه العصير البرتقال والزيت متاع البرتقال. وتوا باش نعمل الطبقة الاخرى متاع الكيك متاعنا. حطيت السكر يذوب، بعد ما يذوب يولي كراميل باش نصبلو الكعبتين ياغورت بذوق الكراميل، نخليه يذوب وبعد نوريكم المرحلة الثانية. توا ذاب معايا السكر المحور، توا باش نزيدو صوص متاع البرتقال، عصير البرتقال. ما تخافوش منه، نحركو بشوية سخون. راني سخنتو العصير متاع البرتقال سخون. نقعدو نحركو حتى يتحل معانا السكر. شوفوا ما شاء الله طابت معانا الكيكة، طلعت منفجة والريحة ما نحكي لكم، مش ريحة البرتقال منشورة في الدار الكل. وتوا باش نسقاها بالصوص اللي عملته اللي قلت لكم هذاك، وزدتوا الزيت متاع البرتقال. توا باش نسقاها الطريقة دي. نسقيها وهي سخونة باش تتشرب لنا الصوص هذاك الكل. وراهي الكيكة ماهيش حلوة صدقوني، سكرها معتدل. توا نخليها تبرد باش نكملو الطبقة اللي بعدها. توا الكراميل ما شاء الله شوفوا كيف انه ذهبي. باش نصبو الياغورت
ذوق الكراميل كما قلت لكم، ما تخافوش، بشوية بشوية راهو يتحل. نطولوا بالنا شوية باش السكر يذوب. راهو الكراميل هذايا بنين بنين على الاخر. تقعدوا تحركوا فيه بشوية بشوية لين يذوب بالقدا السكر معاكم. وهكا يكون قوام الكراميل بعد ما حطيت له الياغورت. شوفوا ما شاء الله. باش نخليه يبرد شوية وبعد باش نحطه في آخر طبقة. وتوا بعد ما بردت معايا الكيكة باش نصب الطبقة متاع الكريمة والكريم شانتيه. جات كريمة ليس ما شاء الله وبنينة وسكرها معتدل. نستويو الكريمة. صدقوني راهو المراحل سهلة واحنا تكيدنا خاطر بالتصوير، اما بالحق كي نعملها بلاش تصوير صدقوني ما تكيدش بالكل. وما شاء الله حجم كبير، معناها حتى كان جا وحدكم ضيفان ما شاء الله تمشي بالكدا. وحتى كي تعملوها للعيلة زايدة العيلة متاعك في الدار وتحطها في الفريجيدير ما يجرالها شيء. بعد ما صبيت الكريمة قصيت توا كعبة الموز طرونشيات وباش نرصفها فوق الكريمة وبعد نصب عليها الكراميل. وتنجموا الخطوة ذي تستغنوا عليها كعبة الموز توليوا تصبوا الكراميل طول فوق الكريمة. وراه الفيديو اللي صورته متاع حطين الموز والكراميل ما تسجليش. وبعد ما تكملوا تحطوا معناها الموز والكراميل تحطها في الثلاجة حتى تشد روحها وبعد تقصها وتاكلها بشفاء. وهكا تكون كيكة البرتقال بنكهة الكراميل ما شاء الله. شوفوا كيفاه جات منفجة، شوفوا ما شاء الله. والبنة ما نحكي لكمش، بنينة 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 على الاخر. شوفوا طبقة الكيكة وطبقة الكريمة والكراميل ما شاء الله. والبنة بنينة بنينة بنينة. وإن شاء الله نكونوا خفاف ذل عليكم وإن شاء الله تجربوها. وطوى ما بقى لي كان باش نقول لكم في أمان الله وبسلامة.